مستقبل إيران بعد اغتيال المرشد آية الله علي خامنئي رايح على فين؟ والأيام اللي جاية هيحصل فيها إيه؟ وهل أمريكا وإسرائيل فرضوا بكده سيطرتهم على البلد؟ كل حاجة هحكيها لك في الفيديو ده. بعد تأكيد قتل المرشد الإيراني ما بقاش قدام إيران غير طريقين لازم هتمشيهم، إما المقاومة أو الاستسلام. الاستسلام لو هيحصل فده مش هيحصل دلوقتي. الوضع الحالي البلد مكملة في مقاومتها لأمريكا وإسرائيل. طيب في المقابل بقى أمريكا هتعمل إيه؟ في تحليلي للي حصل، فامريكا واسرائيل بيستهدفوا اسقاط النظام الاسلامي في ايران، لان محدش فيهم ولا ضرب ولا موقع نووي ولا اي حاجه من الكلام ده. دول بيستهدفوا القيادات، يعني قضوا على اكبر رمز في البلد وهو المرشد، وكمان قتلوا وزير الدفاع وقائد الحرس الثوري. في اعتقادي وخلال الاسبوع ده هيكون في استهداف لكل القيادات الايرانيه. طيب ليه بقول كده؟ امريكا واسرائيل بيدعوا الشعب الايراني للخروج على النظام هناك، لانهم عارفين ومتاكدين ان اسقاط النظام عمره ما هيكون بتوجيه ضربات عسكريه للقيادات بس، لازم يكون في تواجد على الارض علشان ده يحصل. وانا في رايي امريكا لو حصل ايه مش هتدخل بري في اي حته، ما هي اتعلمت من اللي حصل في افغانستان وفي العراق، وهتخسر كتير جدا لو اقدمت على الدخول بري، لان كمان طبيعه الارض في ايران صعبه جدا، امريكا مش هتعرف تسلك فيها. فتعمل ايه امريكا؟ تضرب القيادات على طول وتحاول تخلي الشعب هو اللي يقود البلد، حاجه زي الفوضى الخلاقه كده، المصطلحات الامريكاني اللي كلنا عارفينها. ايوه يعني كده الجيش الايراني انهار تماما باغتيال المرشد والقائد. بص يا صديقي، اي جيش لو ملوش قائد هيحارب ازاي وياخد اوامره من مين؟ ايران رغم انها كانت متوقعه الضربه، الا ان الاحداث متسارعه جدا والمرشد الايراني بيتقتل في اول ضربه. النظام الاسلامي كان عامل حسابه على يوم زي ده، وطلع الصف الثاني وعين نواب لكل قيادات الجيش تقريبا. وانا اعتقد ان في اسرع وقت هيتم اعلان خليفه المرشد الايراني، ولو ده ما حصلش يبقى النظام وقع فعلا. طيب الوضع بقى في العمليات العسكريه دلوقتي ايه؟ امريكا واسرائيل مكملين في استهداف مواقع محدده داخل ايران، وترامب بيقول ان العمليات مستمره لمده اسبوع على الاقل علشان ينفذوا مخططهم في الفوضى. وايران بقى عماله بتضرب بصواريخها في اسرائيل وكل القواعد الامريكيه في الخليج. ايران على فكره عندها سلاح ممكن يخرجها باقل خسائر من الحرب دي، وهو الصواريخ البالستيه، واللي طلع منها لحد دلوقتي مش كتير، وعندها مخزون بيوصل في بعض التقديرات ل 2000 صاروخ باليستي، وده مفيش دفاعات جويه قادره تتصدى ليه. ده غير عدد غير معلن من المسيرات واللي قادره على ضرب اسرائيل واللي ورا اسرائيل. ايوه، وايه كمان بقى غير الصواريخ والمسيرات؟ في حاجه تانية مهمه جدا انا هنا هنورها لك. ايران من سنين طويله بتبني شبكه نفوذ ضخمه في المنطقه كلها، في العراق وسوريا ولبنان واليمن، وبقت تمتلك وكلاء ليها في المنطقه وقادرين على الدخول في الحرب بالنيابه عن ايران. تخيل معايا السيناريو كده، ايران نفسها بتضرب صواريخ باليستيه ومسيرات، وحزب الله من الشمال والحوثيين من الجنوب، ده غير الفصائل اللي في العراق، كل ده في نفس اللحظه. ده مش سيناريو خيالي، ده اللي ممكن يحصل فعلا. والحوثيين في اليمن اعلنوا استهداف السفن بتاعه الدول المعاديه في باب المندب وفي البحر الاحمر، والحوثيين عندهم مخزون برضو كبير من الصواريخ والمسيرات وقادرين فعلا على ده. كل ده بقى غير تحكم ايران في مضيق هرمز، واللي قررت ان هو مقفول وعليا بقى وعلى اعدائي. على فكره ده هيأثر على سعر البترول وعلى كل حاجه خارجه من الخليج العربي، ودي ورقه ضغط ايرانيه على امريكا وعلى دول الخليج علشان تنهي الحرب دي في اسرع وقت. ايران دلوقتي بتعتمد سياسه الارض المحروقه، اللي هو انا مش هقع لوحدي، وبتهاجم كل الاهداف اللي قدامها. يمكن ده يحقق لها اي نصر تقدر تتفاوض بيه بعد كده. سؤال بقى مهم بيساله ناس كتير دلوقتي، هو مفيش اي دوله هتقف جنب ايران في الازمه دي؟ روسيا مثلا او الصين اللي اتكلموا كتير عن التحالف مع ايران. طيب دول ساكتين ليه؟ اقول لك انا، الاتنين دول عندهم حسابات تانية خالص. روسيا غرقانه في ازمتها مع اوكرانيا، والصين عمرها دلوقتي ما هتدخل في حرب مع امريكا. يعني في النهايه ايران لوحدها وبطولها في الميدان. مين بقى اللي هيبقى ليه الكلمه الاخيره في الصراع ده؟ اقول لك مفيش غيره، الشعب الايراني نفسه. ما هو 93 مليون ايراني ده مش عدد قليل، دي قوه بشريه تخوف اي حد لو سمع كلام امريكا ولا اسرائيل، فالبقاء لله. ولينا في دول كبيره جنبنا في المنطقه اكبر مثال، واللي للاسف راحت وما رجعتش.